لو انت من الناس اللي قررت تتعلم برمجة، فأول حاجة هتفكر فيها ايه هي الأدوات اللي هتتعلم بيها البرمجة. ومن أهم الأدوات دي هو جهازك الشخصي، وجهازك دايما هو بيكون العائق والحاجز ان انت ما تبدأش تتعلم برمجة، وده بسبب الأسعار الخزعبلية اللي بنسمع عنها اليومين دول. فغالبا انت بتروح تريح دماغك وتهرب من الموضوع وتنام، وتصحى تفكر في نفس الكلام، وهكذا حالك كل يوم بقى. لو انت من الناس دي فانت محظوظ جدا عشان الفيديو ده معمول ليك. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا. واول حاجه انا عايز اصحح لك معلومه غلط عندك، وان هي مفيش حاجه اسمها اللابتوب ده ينفع للمبرمجين واللابتوب ده لا. امال انا هختار اللابتوب اللي هتعلم عليه برمجه بناء عن ايه؟ عشان كده في عوامل مشتركه لازم تبقى موجوده في اللابتوب عشان نقدر نقول اللابتوب ده جاهز ان انت تتعلم عليه برمجه ولا لا. اول حاجه وهي الاس اس دي، لازم يكون وحده التخزين بتاعتك اس اس دي اقل حاجه مثلا 256 جيجا بايت. وإياك تروح تشتري لابتوب يكون وحده التخزين بتاعته اتش دي دي، وده ليه بقى؟ في فرق كبير جدا ما بين سرعه الاس اس دي اسرع ب10 مرات من الاتش دي دي، وده انت محتاجه كمبرمج. محتاج الويندوز يكون سريع، محتاج الملفات تكون سريعه جدا، محتاج النقل في البيانات يكون سريع، عشان انت كمبرمج مش هتتعطل وتقف تستنى وقت كتير جدا لحد اما البيانات تتنقل، او تستنى لحد اما الكومبايلر يحول البيانات وانت تنام على المخده وانت قاعد مستنيه. فده مش منطقي، وده اللي موجود في الاس اس دي ومش موجود في الاتش دي دي. وتاني حاجه مشتركه لازم تبقى موجوده وهي البطاريه. لازم تختار لابتوب بطاريته كويسه تقعد معاك على الاقل من 5 ل 6 ساعات اقل حاجه، وده عشان لابتوبك ما يفصلش منك بسرعه، بالذات عشان انت هتستعمله بره البيت كتير، عشان كده مهم اللي هو ما يفصلش. وتالت حاجه مهمه جدا جدا تبقى موجوده وهي البروسيسور. الجهاز من غير معالج ما يبقاش جهاز، المعالج هو اصل اي جهاز، عشان كده لازم نهتم بيه. وعشان كده اقل حاجه ممكن تبدا بيها وهي انتل كور اي 5 جيل سابع مثلا. يعني هل كده معناه ان انت لو اشتغلت بمعالج اقل من كده انت مش هتعرف تبرمج؟ الاجابه لا طبعا، هتعرف تبرمج وكل حاجه، بس الفكره ان هو مش هيبقى بنفس السرعه اللي انت متوقعها تبقى موجوده. ورابع حاجه مهمه الويندوز بتاعك ما ينفعش يقل عن ويندوز 10، عشان معظم البرامج دلوقتي ما بتشتغلش على اقل من كده. مش بس البرامج اللي هتحتاجها عشان تبرمج، هو كل البرامج حرفيا ما بقتش تشتغل على اقل من كده. ونيجي بقى لكارت الشاشه. كارت الشاشة هي الحاجة الوحيدة اللي مش هتفرق معاك قوي لو انت هتستخدم اللابتوب كبرمجة بس، الا بقى لو انت هتستخدم لابتوبك مش في البرمجة بس، هتستخدمه مثلا في الديزاين في اي حاجة تانية، فكده كارت الشاشة هيبقى مهم جدا جدا ليك، ويفضل ان هو ما يقلش عن 2 جيجا فعلي. وفكك بقى هو بيقعد يقول لك بقى ايه 2 جيجا فعلي هيرفع معاك مثلا لحد 16 جيجا ولا حاجة، انت خليك في الجيجا الفعلي، لان كل ده اشتغالات عشان بس يجذبك ان انت تشتري اللابتوب. وجي الوقت ارشح لك 5 لابتوبات هينفعوك بشكل كبير جدا في البرمجه، والفئه السعريه بتاعتهم بتبتدي من 7000 ونص لحد 32000 جنيه. طبعا كل دول اجهزه استيراد محترمه جدا جدا جدا. فقبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه، ويلا بينا. واول جهاز هو ديل لاتيتيود 5480، والجهاز ده جميل جدا من حيث سعره، هو ارخص اللابتوبات اللي معانا النهارده. ونيجي لمواصفات الجهاز الاول ان انت تقدر تتعلم عليه برمجه. والمعالج بتاعه انتل كور اي 5 جيل سادس، والرامات بتاعته 8 جيجا رام دي دي ار 4، ووحده التخزين بتاعته هي اس اس دي 256 جيجا بايت. ومميزات الجهاز ده هو من ارخص اللابتوبات، احنا قلنا ان هي ارخص اللابتوبات ان انت تبدا تتعلم بيها برمجه، وخامتها شيك ومتينه ومحترمه جدا جدا. بس العيوب ان هو قديم شويه ومش مناسب للمشاريع الكبيره، يعني تقدر تقول ان انت تبدا تتعلم عليه اساسيات البرمجه كده. والسعر بتاعه بيبتدي من 7000 ونص لحد 8000 ونص، وعلى حسب المكان اللي انت بتشتري منه، وعلى حسب التاجر، وعلى حسب حاله الجهاز. وتاني جهاز هو اتش بي اي لايت بوك 840 جي 3. المعالج هو انتل كور اي 5 6300 يو، والرامات نفس الرامات اللي قبليه 8 جيجا رام، والمساحه برضو نفس المساحه اس اس دي 256 جيجا بايت. ومن مميزات الجهاز ده ان هو خفيف جدا جدا، يعني تقدر توديه وتشيله في اي حته، مش زي الاجهزه التانية تحس ان انت ماسك عده حرب معاه. وعيب الجهاز ان كارت الشاشه بتاعه مدمج، وده مش عيب قوي لجهاز انت هتستخدمه برمجه بس. وسعر اللابتوب ده بيبتدي من اول 9000 ونص لحد 11000 على حسب برضو الحاله والمكان. وتالت جهاز معانا هو لينوفو ثينك باد تي 470. المعالج بتاعه كور اي 5 جيل سابع، نفس الرامات ونفس مساحه التخزين، رامات 8 جيجا واس اس دي 256. المميزات بتاعته ان هو افضل كيبورد تتعلم عليه برمجه، يعني هتحس براحه كبيره جدا وانت بتكتب على الكيبورد بتاعه، وهو متين جدا وهتستريح في التعامل معاه. والعيوب بتاعته بقى هو الشاشه بتاعته اتش دي بس، مش فول اتش دي، على عكس كل الاجهزه
اللي في نفس فئته السعريه، والسعر بتاعه بيبتدي من 11.5 لحد 13,000 جنيه على حسب الحاله والمكان بتشتريه منين، وعلى حسب برضو انت ممكن تزود له رامات، ممكن تزود له كارت شاشه، ممكن يعني حرفيا كل الاجهزه دي ممكن تزود لها اي حاجه والسعر هيختلف. طبعا دي اسعار النهارده 2025. ورابع جهاز معانا هو لينوفو سينك بوك 14 جي 4، والمعالج بتاعه هو رايزن 5 5625 يو. ويعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيعادل كور اي 5 جيل 11، وده معالج قوي جدا جدا في الفئه السعريه بتاعته. اما بالنسبه للرامات فده 16 جيجا رام، وبالنسبه لمساحه التخزين فده مساحه التخزين بتاعته اكبر مساحه تخزين لحد دلوقتي، وهو اس اس دي 512 جيجا بايت. ومميزاته ان هو قوي جدا في المالتي تاسكينج، وشاشته واضحه فول اتش دي طبعا، ويعني من اقوى الشاشات اللي انت ممكن تشوفها في الفئه السعريه بتاعته. وبالنسبه لعيوبه هو ما فيهوش كارت خارجي يعتبر، وده مش عيب قوي بالنسبه، قلنا ان انت هتستخدم الجهاز ده كبرمجه فقط مش كحاجه تانية انت هتستخدمها جنب البرمجه. لو انت بقى جايبه لغرض تاني، يعني انت مثلا عايز تلعب عليه، عايز مثلا تعمل مونتاج عليه، لازم تعرف الاول المواصفات بتاعه الجهاز، وانت المفروض تحط ايه في الجهاز عشان يشتغل معاك بدون تهنيج وبدون ما الجهاز البورده بتاعته تتحرق. والجهاز ده سعره بيبدا من 24,000 لحد 25,000 برضو على حسب المكان وحاله الجهاز. ونيجي بقى لوحش حلقتنا النهارده، الجهاز اللي انا برشحه لك بنسبه كبيره جدا جدا لو انت معاك الميزانيه ان انت تشتريه، وهو جهاز اتش بي زد بوك جي 7، الوحش اللي صاحب المعالج الجبار وصاحب الامكانيات الرهيبه جدا جدا. الجهاز ممكن تلاقي له كذا نسخه، ممكن في جهاز نوع اي 5 كور اي 5، وممكن في اي 7، بس احنا بنتكلم في الفيديو ده عن الجهاز اللي هو كور اي 7 جيل 10. الرامات بتاعته 16 جيجا رام تقدر تزودها براحتك، والتخزين اس اس دي 512 جيجا بايت. وكارت الشاشه بقى بتاعه، انا بقول لك الجهاز ده من اقوى الاجهزه عشان انت ممكن تستخدمه كمان في حاجات تانية غير البرمجه، مونتاج وجيمنج براحتك، عيش زي ما انت عايز. وبيجي بقى بكارت شاشه انفيديا كوادرو بي 520، وكارت الشاشه 4 جيجا فعلي بيوصل معاك لحد 16، بس احنا قلنا سيبك بقى من بيوصل معاك لحد 16، هو اهم حاجه الفعل 4 جيجا، وده في الفئه السعريه بتاعته هو جامد جدا جدا. والسعر بتاعه بيبتدي من 30 لحد 32 الف جنيه. وبس دول 5 لابتوبات انا رشحتهم لك النهارده عشان تبدا تتعلم بيهم البرمجه. وعرفنا النهارده ان انت تقدر تتعلم برمجه مهما كان ميزانيتك، يعني تعرف تبتدي من اول 7500 لحد 32 الف جنيه، يعني حرفيا السعر مش عائق بالنسبه لك. انت بس ابدا، ما تقعدش مستني الحاجه الاقوى، تستنى تجيب اقوى لابتوب تتعلم عليه برمجه وتستنى الحاجه الاقوى. لا، انت ابدا باللي معاك، حتى لو معاك جهاز اقل من كده مش مشكله، ابدا بيه لحد ما توصل للجهاز اللي انت عايزه. وبس دي حلقه النهارده. لو انت شايف لابتوب تاني احسن اكتبه لنا تحت في الكومنتات وهنعمل عليه حلقات جايه باذن الله. ما تنساش بقى الحركات الحلوه بتاعت اليوتيوب، لايكك الجميل، وسلام.